أسألك في يوم من الأيام نفسك في إيه؟ يعني أو تقدر تقعد مع نفسك وتفكر شوية نفسك في إيه؟ أنا كيوسف نفسي في إيه؟ نفسي أولا الرضا التام من رب العالمين، تمام؟ ثم الرضا من الوالدين، ثم الطاعة في إنك أنت يعني تبقى عندك يعني يبقى في جواك آم، بص، أهم حاجة يعني إنك أنت تبقى أولا لو هاجي أسألك أنت نفسك في إيه؟ أنا كيوسف نفسي في حاجات كتيرة جدا جدا. أولها إن أنا يبقى في عندي إخلاص في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، والإخلاص ده ما بيجيش بالسهل، ما بيجيش كده هباء منثورا. كل حاجة وليها وقتها، أو كل حاجة وليها ضوابطها زي ما بيقولوا. لكن الإخلاص في العبادة لربنا سبحانه وتعالى ما بتجيش بالسهل، بتيجي بعد حاجات كتيرة جدا في عبادتك لربنا سبحانه وتعالى. يعني مثلا تصلي الخمس فروض في وقتهم في جماعة مع الناس في تكبيرة الإحرام من بداية التكبيرة يعني الأولى، الخمس فروض زي ما هم في الجامع مع الناس. دي حاجة. الحاجة التانية إنك أنت ما يبقاش في قلبك يعني ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد ولا الكلام ده كله خالص، تحب الناس ما تكرهش حد تماما، إنك أنت تعبد ربنا يعني بإخلاص تام، إنك أنت ما تكسلش وقت الصلاة لما يجي، ما تنمش ما تغيبش، تبقى صافي من جوه، تبقى نقي، تبقى مفيش مثقال ذرة من كبر، تبقى حاجات كتيرة جدا. الإخلاص لو اتكلمنا فيه يعني هناخد حلقة كاملة. المهم دي حاجة. الحاجة التانية الرضا من ربنا سبحانه وتعالى، ثم الرضا وكل رضا من الوالدين، ثم بعد كده تيجي على الدنيا بقى، انك انت يبقى عندك عزوة. اولا زوجة صالحة تبرك وتطيعك وتحافظ عليك واذا نظرت اليها تسرك وطبعا من انك انت من مفاتن الدنيا علشان ما تبصش ورا الكلام ده كله، انها تبقى كويسه ومحترمه وجميله، يعني جمال ومال وما الى غير ذلك والكلام ده كله، وذات حسب ونسب وما الى غير ذلك من الكلام اللي هو لكن الحمد لله يعني ده كان زمان قبل الجواز، لكن دلوقتي الحمد لله النعمه والمنه، الحمد لله على ما رزقنا وعلى ما اعطانا، والحمد لله هو كل الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاولاد، الذريه، انك انت يبقى عندك عزوه، يبقى عندك اولاد كتير، احفاد كتير، صبيان وبنات، كبار وصغيرين، تبقى انت وسطهم كده حاجه يعني تعتز بيها وتفتخر بيها. بعد كده بقى تبص بقى تدخل بقى في حاجات الدنيا بقى التانية، يبقى عندك فلوس، يبقى عندك عربيه، يبقى عندك فيلا، يبقى عندك مزرعه، يعني مزرعه حيوانات، مزرعه دواجن، مزرعه يعني المهم انك انت يبقى عندك مساحه كبيره جدا فاضيه، سواء كانت في زراعه، سواء كانت بعيد عن الناس، سواء كانت ملكك انت الخاص، تفعل بها ما تشاء، تعمل جواها فيلا بقى، تخبط بقى مزرعه كبيره تربي فيها اللي انت عايزه، الكلام ده كله. بعد كده بقى تدخل بقى يبقى عندك عربيه كويسه جدا جدا محترمه، سواءك الخاص يعني سواءك الخاص عربيه كويسه ومرتاحه، والناس كلها اللي حواليك بتحبك، وحب باخلاص مش حب نفاق اللي هو حب المال وما الى غير ذلك. بعد كده بعيدا عن الشهره، مش عايز اكون مشهور ولا الكلام ده كله خالص، عايز اكون في حالي بعيدا عن الناس، ما حدش يعرفني، لكن منغمس في طاعه ربنا وفي نعم الدنيا اللي ربنا انعمها عليا، واللي انا بعتز بيه وبقدره جدا وبعايزه جدا وبحبه جدا من كل قلبي لحد النهارده، من اول ما سمعت، من اول ما طلعت على الدنيا، ومن اول ما قريت عن الصحابه وسيره النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت سيرته وقريت عنه كتير جدا جدا، هو عبد الرحمن بن عوف، اللي هو كان من العشر المبشرين بالجنه، وكان كانت الدنيا في ايده والاخره في ايده الاخرى، وكان منغمس ما بين هذا وذاك، وطبعا زي ما انتم عارفين كان من العشر المبشرين بالجنه، الى ان وقتها كان ملياردير على ايامنا دي، وكان راجل ثري جدا جدا. فاللي انا عايز اقوله يعني ما تبقاش الدنيا في ايدك وفي الناحيه الثانيه برضه الدنيا في ايدك، لا، دنيا ودين، حاول تفرق ما بين الاثنين. فعبد الرحمن بن عوف يعني من الشخصيات اللي بحبها جدا واعتز بيها جدا جدا. طيب بعد كده نفسك في ايه تاني؟ نفسي طبعا دي مفترض في المقدمه، الى انها بتيجي بعد الفلوس، عشان الفلوس هي اللي بتجيب كل حاجه. وخليني واقع وصريح معاكم، لو انت مش معاك فلوس مش هتعرف تتحرك ولا تعرف تروح اي مكان في الدنيا. اول مكان ليا بعد ما يكون معايا فلوس والكلام ده كله حجه او عمره او ما الى غير ذلك كل سنه وكل موسم، ان انا ربنا يمن عليا وان انا اروح اقعد هناك في الكعبه فتره كبيره جدا جدا لحد ما انغمس في الطاعات، ولحد ما يعني يكون عندي يعني اكتفاء، مع انه ما بيبقاش فيه اكتفاء روحاني من
من القعده هناك والحاجه الحلوه الكويسه هناك. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا يبقى معايا فلوس كتير جدا جدا واتصدق ويعني وادفع للناس وما الى ذلك من الكلام ده كله. طيب بعد كده يبقى معايا زوجاتي اللي هم 2 3 4 على حسب ما العقل او على حسب يعني الاراده او العزيمه او ما الى ذلك من الكلام ده كله، واحفادي والكلام ده كله. يبقى عندي طيارتي الخاصه اللي هي اقدر اسافر بيها اي مكان انا عايزه في الدنيا. ويبقى فيه سلام وامان داخلي وخارجي لكل واحد مننا. ما يبقاش يعني في العيله او في احفادي او اولادي حد فيه حاجه من الكره والبغض والحقد والحسد والكلام ده كله. يبقى كلنا متحابين بنعم ربنا سبحانه وتعالى، يعني يبقى في ضاعه عمياء كلهم متدينين حافظين القران، الكلام ده كله. ده حاجه برضه من ضمن الحاجات. بعد كده يا سيدي ان انا يعني نفسي ان ادفن في السعوديه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي حاجه انا بعزها جدا وبحبها جدا جدا. نفسي يكون عندي صحاب، ودي الحاجه اللي عانيت منها وبعاني منها. صحاب يحبوني واحبهم وأقدرهم والكلام ده كله. على قد ما الدنيا فيها تعب والكلام ده كله، الى ان بتبقى محتاج ونيس بعيد عن الاسره، بعيد عن العيله، بعيد عن يعني الجماعه المحيطه بيك. يبقى ليك حد من بره، صحاب، سواء من منطقه من الحيز اللي انا فيه يعني الكلام ده كله، سواء جوه المدينه، جوه البلد، جوه المحافظه، جوه الدوله، خارج الدوله. المهم ان انا يبقى معايا اصحاب بيحبوني وبيخافوا عليا والكلام ده كله. تيجي بقى ده اخر حاجه، والحاجه اللي انا يعني مش بحبها قوي، اللي هو يبقى فيه تقدير واحترام متبادل ما بيني وما بين الناس. يعني يبقى فيه اخلاص، مش علشان انت مثلا بتحب الناس او الناس بتحبك يبقى عشان خاطر الفلوس، في مصلحه في النص اسمها فلوس. لا، عايز يبقى فيه حب متبادل بدون ما يبقى فيه في النص حاجه اسمها فلوس. يبقى فيه حاجه في النص اسمها ماده، يبقى فيه حاجه في النص اسمها الكلام ده كله خالص. ايه تاني؟ يبقى عندي علم كتير جدا، يبقى عندي مكتبه فيها كل العلوم، يعني كل اللي انا عايزه من علوم الاقيه جوه المكتبه دي. ويبقى عندي سهوله قراءه وحفظ وتعليم وتعلم. طبعا خير ما ابدا به، طبعا اتمنى ان اكون حافظا للقران، ان انا ابقى حافظ القران الكريم كاملا عن ظهر قلب بالقراءات العشر، واكون حافظا للحديث والسنه النبويه، واكون متفقها في الدين، وطبعا وان ابلغ رسالات ربي، وان اكون داعيا لكلام ربي او لرساله ربي، وان اوصل العلم الى اعلى عليين. طبعا بالطياره الخاصه اقدر اسافر، اقدر اروح، اقدر اجي، اقدر اتنقل، اقدر اوصل العلم لاي مكان. ان يكون يعني ان هو يكون الطريق متيسر يعني والكلام ده كله ومفتوح قدامي. عايز يبقى معايا فلوس كتير جدا جدا اتصدق بيها، سواء جوه مصر او خارج مصر. عايز اغني كل الناس اللي هي جوه مصر او بره مصر، الناس اللي تستحق انها يعني ان هو انك انت تصرف عليهم او تديهم فلوس او ما غير ذلك الكلام ده كله. عايز ايه تاني؟ عايز اكون مستجاب الدعوه. نفسي اشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. نفسي اكون مستجاب الدعوه واحشر مع النبيين والصديقين والشهداء حسن اولئك رفيقا. طبعا نفسي طبعا في حاجات كتير جدا، حاجات صعب تحقيقها وصعب انك انت تكتسبها وتشوفها والكلام ده كله. نفسي اشوف الناس اللي راحت منها، اشوف الناس اللي هي ماتت. نفسي في حاجات كتير جدا، يعني حاجات صعب انك انت تحصل عليها ولو معاك فلوس الدنيا كلها او معاك كنوز الدنيا كلها. مش عايز ابقى رئيس دوله ولا رئيس جمهوريه ولا بلطجي ولا مشهور ولا الكلام ده كله، ولا ناس تفتكرني عندهم انا عايز بس يعني ان انا ابقى مذكور بالسيره الكويسه بعد ما اموت. الناس تفتكرني بحاجه حلوه، حاجه يعني حاجه يعني اخد عليها ثواب بعد ما اموت. يعني مش عايز لما اموت اموت عادي زي الناس اللي ماتت. عايز يكون ليا صدقه جاريه بعد ما اموت، عايز يكون ليا حسنه بعد ما اموت، عايز الناس تفتكرني كويس بالخير قبل الشر. عايز الناس تسامحني كلها، الناس اللي قسيت عليها في يوم من الايام او قسوت عليهم او ظلمتهم او جيت عليهم او غتبتهم. نفسي الناس دي تسامحني، يعني نفسي كويس جدا جدا الناس دي تسامحني. نفسي ما يكونش فيه مظلمه عليا عند اي حد. نفسي اي حد عرفته على مدى حياتي كلها من ايام وسنين
عدت عليا من ايام طفوله، مرارا بالمراهقه، مرارا بالعشرينات والثلاثينات، مرارا بكل وقت عدى عليا في حياتي. واتمنى الناس كلها تسامحني، اتمنى الناس كلها تدعي لي بعد ما اموت، ما بقاش زي الناس اللي ماتت يزعلوا عليهم يوم، يومين، اسبوع، اسبوعين، شهر، 40 يوم، سنه. مش عايز الناس تنساني، عايز الناس يفضلوا فاكريني طول عمرهم، طول حياتهم، يفضلوا طول ما يفتكروني يدعوا لي بالخير. طبعا اي حد بيموت الناس بتزعل عليه، اسبوع، اسبوعين، شهر، 40 يوم، سنه. اكتر من كده مفيش حد بيزعل على حد، ايا يكن الشخص اللي يعز عليك ده مين. مش هتفضل طول عمرك فاكره. ودي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى على البشر وعلى الخلق، ان هو بقى عندهم النسيان متوفر في حاجات كتيره جدا، والا كان الانسان اصبح يعني حاجه مش سهله يعني. فاتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني ان حاجه زي كده تتحقق. اتمنى تفتكروني بالخير وتسامحوني وتدعوا لي بالمغفره والرحمه، ويا رب ما كنتش تقلت على حد في حياتي وكنت ضيف خفيف على الدنيا. واتمنى الناس كلها تسامحني، ويا رب يجمعنا مع بعض في الاخره، ويجمع كل الناس اللي هي بتحب بعض في الدنيا مع بعض في الاخره. ومش عارف اقول ايه تاني، الكلام كتير، لكن الدنيا والاجيال يعني الاجيال بتسلم بعضها، زي ما بيقال الاجيال بتسلم بعضها، ومن جيل لجيل بننسى، وينسى اسمنا وتنسى قبورنا. وطبعا زي ما انتم عارفين الواحد لما بيروح بيموت بيحطوه في القبر وبيقفلوا عليه، ولا حياة لمن تنادي بعد كده، خلاص خلصت سيرته في الدنيا وخلصت حياته وخلصت مسيرته من الحياة، محدش بيفتكره تاني. بعدها بيموت شخص تاني، بيشيلوا العظم بتاعه بيحطوه على جنب، بيحطوا شخص جديد، وكذلك هي الحياة الدنيا. افتكروني بالخير. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.